مساء الخير، مرحبا بكم فيديو جديد وصفه جديده. اليوم نحضر معكم طاجين بالسردين. تبعوا الطريقه. كنحتاج كيلو ديال السردين اللي نقيته من قبل، كنضيف العطريه. عندي هنا الملحه والكمون والتحميره وشويه من الخرقوم ما كنكثروش بزاف، وشويه من الابزار وثلاث فصوص من الثوم. وعندي قزبور ومعدنوس وعصير حامضه وحده. زيد 3 الحبات ديال البصله، يكونوا حبات صغيورين بحال هكا. وهنا عندي 2 حبات ديال المطيشه اللي سلقتهم. وهنا عندي مطيشه اللي طحنت، كنضيفها هكايا في الطاجين، وكنضيف ليها تقريبا 3 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون. ودابا نردها طيب. هنا بالنسبه للعطريه غنضيف نفس العطريه اللي ضفت للسردين، كنضيف قليل من الابزار وفي الاخير كنضيف ملعقه ديال الزعتر. ودابا غنبدا نكور السردين. ودابا نسد عليه نخليه يطيب على نار متوسطه، ما تكونش ناقصه. لا، بعد ما دازت تقريبا 8 دقائق كنضيف هكايا الفلفله حلوه وشرائح ديال الحامض وفلفله حاره. ما نساوش الزيتون حتى هي كتعطي المذاق زوين. وفي اللمسه الاخيره كنضيف قليل من القزبر وقليل من الزيت هكايا من الفوق، وشويه من الكمون ولا ابزار. وهذا هو الشكل النهائي ديال طاجين ديال السردين بالكفته. صراحه كيجي روعه في المذاق. جربوه وردوا عليا، وما تنساوش تكتبوا لي شي تعليق. راه كنلقى الفيديوهات ديالي ما كتكونش فيهم تعليق ولا اللايك، كنحس بالوحده. كتبوا لي التعليق ولو كلمه زوينه، كلمه زوينه فيها اجر. والسلام عليكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله.